بسم الله الرحمن الرحيم. رسالة من مجاهدي حشد الدفاع المظلومين إلى السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة الأستاذ المهندس محمد الشاع السوداني المحترم، وإلى السيد رئيس مجلس النواب الأستاذ محمد الحلبوسي المحترم، وإلى كافة السيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الشرفاء المحترمين، وإلى كل من يهمه الأمر. رسالتنا إليكم بأن تنصفوا هذه الشريحة المظلومة الذي جاهدت على مدار 9 سنوات من غير مستحقات رغم كثرة المناشدات إلى أصحاب القرار السابقين، ولم يكن هناك أي استجابة. والآن نناشدكم وكلنا أمل بكم بأن تنصفونا في هذه الموازنة المقبلة لسنة 2023. يا سيادة رئيس مجلس الوزراء، أنت من كنت تداعي عن حقوقنا في سنة 2019 وتذكر مظلوميتنا داخل مجلس النواب، ولدينا كتب من جنابكم الكريم، والآن أنت صاحب القرار الأول، وحان الأوان للوفاء بالعهد. ونحن نناشدكم من قطاعاتنا في هذه البرد القارص، وعوائلنا منتظرة منكم الفرحة بقراركم الأخير، وهو الموافقة على استحقاق حقوقنا. سيدي انظر لنا، فوالله لم يبقى أحد يهتم في هذه الشريحة المظلومة إلا أنت، وأملنا بعد الله بكم، وأنت أهل لذلك. حشد الدفاع منتظرين قراركم الحاسم لحل ملفنا المستعصي على المسؤولين السابقين. وكلمتنا الأخيرة لكم: ارحموا حشد الدفاع فليرحمكم الله بالدنيا. أبناءكم مجاهدي حشد الدفاع، لواء الإمام موسى الكاظم عليه السلام، قاطع جرف النصر، تاريخ 2022 24/11. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.